عالم وهو عالم في مجال الإعلام، ساهم في تخريج العديد من الإعلاميين اللي موجودين على الساحة، إن كانوا أمام الكاميرا أو خلف الكاميرا. يعي تماما ما هو الإعلام، يسعى دائما إلى التثقيف والتوعية بمفهوم الإعلام وبالمهنية الإعلامية. النهاردة أنا معايا أستاذ يمكن ما أكونش من الناس المحظوظين اللي هم تتلمذوا على إيديه، لأني ما درستش إعلام، درست اتجاهات تانية، لكن تعلمت منه من خلال تصريحاته، من خلال أقاويله، من خلال لقاءاته. ضيف النهاردة أستاذ بمعنى كلمة أستاذ، بيشرفني النهاردة الأستاذ الدكتور صفوت العالم. شرفني نورني يا دكتور. اهلا وسهلا محمد، أنا شاكر على هذا التقديم الطيب. يا فندم ده حقك، والحقيقة أنا اللي مبسوط إن أنا بلتقي بحضرتك النهاردة، وشرف ليا وهتضاف ليا في تاريخي. ربنا يبارك. دكتور صفوت، خليني أنا دايما في آدم بحب أرجع لمرحلة الطفولة. تحب نبدأ من عند كام سنة؟ من لحظة جواز الأستاذ محمد مصطفى العالم للبنت أو للفتاة ملكة حسين أحمد عوض. جميل. في مدينة الزقازيق، واللي نتج عنهم بعد فترة تصل إلى 10 شهور من الزواج ابن. اختلفوا على تسميته، هو عايز يسميه مصطفى على اسم ابوه، تمام، وهي عايزة تسميه حسين على اسم جدي للأم. ولكن تصادف انه هو أرى في ذاك اليوم في جريدة الأهرام ان في خطوبة الوجيه صفوت كذا، مش عارف وكيل النيابة، تمام، فاتفقوا على ان هم يسموه صفوت. ومن هنا بدأت رحلة هذا الطفل صفوت محمد العالم. كويس. في صبيحة 20 يونيو سنة 55 في مدينة الزقازيق. هنا الطفل صفوت العالم ما كانش متابع الأحداث دي، حكي لي بالتأكيد، بس هي بص في نوع من الحكي يأتي إليك بالتنشئة وجدانيا. تمام. فممكن أن تنمو للماضي وأنت تعيش في المستقبل. كويس جدا. وممكن أنا اللي أنا عايز أوصل له يا دكتور، اللحظة اللي حضرتك كنت بتاعي بقى التوجيه، بتاعي الإرشاد، بتاعي لا ما ينفعش تعمل ده، اعمل ده. تفتكر حضرتك اللحظات دي؟ والله هو علاقتي بأمي هنا لها دور مهم. أنا عارف ليه، لأن هي كانت قد كده شفافة، وعلاقتها بربنا يعني عظيمة جدا، لدرجة انها لو شربت مية لازم تحمد ربنا. مجرد حتى وانا في اعدادي هتستغرب، وجدت صياغة كده لعلاقتي بأمي وهي اسمها ملكة، فسميتها المثل، كناية على فكرة المثل العليا. يعني هي كانت تمثل نموذج ومثل عليا سلوكا وقولا وبراءة ونقاء وإيمانا. فبالتالي وانا في اعدادي اخترعت كده اسم المثل. وحتى اصحابي في تلك المرحلة لما يقابلني مثلا يقول لي ازاي صحة المثل، ده انطلاقا ده اسم اطلق عليها. لا، انطلاقا من ان انا كل فترة بدأت اخترع مسميات بيني وبين صحابي، ودلوقتي حتى بيني وبين تلامذتي تبقى خاصة للتفاهم، بحيث ان احنا نتكلم يعني بعيدا عن اللغة الشبابية، لغة راقية تعبر عن مضمون ما نريد. كويس. بس حضرتك قبل ما نطلع هوا انت حضرتك سألتني سؤال مهم جدا، اداني ايحاء لمعنى. حضرتك قلت لي انت علاقتك بايه بامك؟ طبعا. فانا لان هقول لك حاجة. اتفضل.
جزء من نمو اي شخصية في الدنيا. الترمومتر اللي بيحكم علاقته بوالدته. تمام. الترمومتر ده فيه نوع من كل القيم في تاريخه، ابتداء من انه يدرك دلالة ما تفعله الام في فترات الزمن الاول، ثم علاقة التواصل اللي بينه وبين امه وهي ناضجة كويس وهو ناضج، ثم علاقته بامه وهي في مرحلة مثلا الشيخوخة او والكبر. المرض او التعب، وهو بتظهر عليه اختيارات جديدة بقى ومنافسين جدد. تلاهي الحياة، والأولاد، الزوجة، والعمل، الضغوط المهنية. فبتبدأ هنا ترمومتر العلاقة بالأم. أنا بشوف ده مقياس لمدى اتساق واتزان الشخصية ونجاحها أو فشلها. حتى لو نجحت ظاهريا مهنيا كويس، ممكن أن تكون فاشلة قيميا. طيب خليني أتطرق، لأن حضرتك أثرت نقطة مهمة جدا وأنا محتاج أن أنا أتطرق إليها علشان أوصل رسالة معينة للشباب. إيه رأيك في الشباب اللي هم معوقين لأمهم؟ هو يعني يمكن أن تتم في بعض المراحل حالة من التمرد على تعليمات الأم أو قيمها أو أفكارها. كويس. وأحيانا يصل الأمر إلى سلوكيات نسمع عنها جميعا. طبعا. لكن ده محتاج نسق قيمي عام. بمعنى احنا محتاجين دورنا كإعلام، دورنا يعني دور المؤسسات جميعا، المجتمع ككل، أن نستعيد وننهض ببناء العلاقة السوية اللي بيننا وبين أمهاتنا، بحيث انه يعني هذه العلاقة تمتد مع العمر. كويس. وتمتد في حالة العرفان بالجميل. في حالة التعاطف، التراحم، كل القيم هتلاقيها فيها. جميل. وبالتالي كمان عندما يتعدد الإخوة محدش يعتمد على التاني في سبيل، ودي ظاهرة موجودة دلوقتي. يعني تجد مثلا الابنة الحنونة محتضنة امها عند جوز بنتها، بينما لها 5 اخوات رجالة كبار جدا، وكل واحد يقول لك انا كنت عند حماتي النهاردة، وحماته تقول ده زي ابني. وهو يترك والدته احيانا في شقة كبيرة. طب اسأل نفسك بتجيب دواها ازاي؟ تمام. منظر الام، هقول لك صورة تتكرر. اتفضل. الام اللي عندها 60-70 سنة وواقفة في بلكونة ومستنية مثلا بتاع الفول يعدي علشان تنادي عليه وتقول له نزل له السبت مثلا. او مستنية حد يجيب لها دواء، يجيب لها الفول. تمام. او الام اللي في حالة صحية يعني ومضطرة تنزل تجيب احتياجاتها. تمام. دور الاحفاد ودور الاب والابناء وهذه الادوار لابد ان تتكامل. تمام. لانه احيانا علاقتنا بامهاتنا جميل يعني محتاجة امتداد وتواصل وتعديل كمان. طبعا. طيب خلينا نروح بقى مرحلة كلية الإعلام. مين في مرحلة قبلها اللي هي في إعدادي؟ حصل إيه؟ حصل إن أنا فاجئت مدرس اللغة العربية إن أنا حافظ مضمون الإذاعة المدرسية. وبيقول لي فين الورق؟ قلت له لا أنا هقول من دماغي. فطبعا هو فوجئ، واللي ساعده على كده ان انا حافظ 4 اخبار وحافظ حكمة اليوم وبيت شعر وكلمة. تمام. ففوجئ ان الاداء في يعني اداء جيد، تميز، وفي ابيات شعرية. نعم. واللي ساعد على كده والدي لانه كان حافظ ابيات كبيرة من الشعر. كويس. فكان وانا طفل بيثريك. لا بيعمل ايه، بيقولها هو بيرددها كويس، وبيطلب مني تكرار ترديدها
كويس. فده يعني لو صح التعبير قوم لساني منذ الصغر. نعم، ما شاء الله. فدي مرحلة كانت مهمة فعلا. بس هل هي دي المرحلة اللي ساهمت ان حضرتك تركز مع كلية الاعلام وانك تدخل كلية اعلام؟ بصدق فعلا كانت بدايتها كده، يعني ان انا اشوف اثر ان انا اؤدي اداء جيد في الاذاعة المدرسية. تمام. وهذكر زملائي مدرسة احمد عرابي الاعدادية بالزقازيق، ثم مدرسة الزقازيق التجريبية الثانوية. نعم. الجيل اللي هو يعني عشت معاه كويس في الفترة اللي هي من نقدر نقول من 69 لغاية 74. تمام. يتذكر اسمي كويس كويس. ويتأثر بمضمون الإذاعة المدرسية في المدرستين دول لأنه كان مختلف. ده شيء جميل. دخلنا كلية الإعلام. صحيح. هل من البداية كنت حضرتك محدد انك تبقى أستاذ جامعي، ولا كنت بتطمح انك تعمل كمذيع تلفزيوني او اذاعي، ولا كنت بتطمح انك تكون مخرج، ولا حضرتك كنت بتطمح ليه؟ هو في البداية انا عايز اشتغل في الاعلام. لكن بصدق شديد تصادف ان انا طلعت الاول. تصادف؟ ما لان يعني انا ما كنتش حابب تسأل ده. انا بعبر تعبير دقيق عن ليه لو انا عارف ان حضرتك صريح. لا هقول لك انا كنت طالب يعاني. ليه؟ رحلة يعني انا مقيم في الزقازيق. حضرتك كنت بتسافر كل يوم؟ بالظبط كده. ده مش يوميا اركب القطر، والتدريس في كلية الاعلام لاسباب تتعلق بالمبنى كان في الظهيرة. نعم. فكنت بركب احد القطارات واجي وعندي اشتراك في القطر. نعم. فوقت كتير جدا بيضيع في القطر. فكان مذاكرة. وبعدين في حاجة تانية، ما كانش عندي قدرة ان انا اشتري الكتب. فاحيانا عندي كشاكيل كده كنت بدون فيها الكتب والمحاضرات بشكل مدقق. كويس. وكان اقتصادياتي يعني تعبانة جدا. تمام. كشخص. تمام. وهكذا مشكلات كتير. ايوه بس في مع دقة ساعة الجامعة بقى كان قلبي بيدق، بمعنى ولسان حالي بيقول يا رب يعني اكون في المكان ده مدة اطول. لانه احد اساتذتي عرض عليا وانا في سنة رابعة ان اشتغل في مؤسسة اليونيسيف كباحث. ولما تقول مؤسسة اليونيسيف كاحدى مؤسسات الامم المتحدة اسم كبير. لا ماديا كمان. تمام. وانت تعتبر شاب فقير. نعم. فتترك ده وتسعد بوظيفة معيد في قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام بمبلغ يصل إلى 26 جنيه في تلك المرحلة، وانت في حالة من السعادة والرضا، الانغماس والفرح الغامر. نعم. ان حلمك اتحقق. كويس. وهكذا. بس في بعض الشخصيات يعني بيخجل يقول لك ان انا مريت بظروف مادية صعبة، وان انا يعني تعبت شوية والامور دي، فدايما يحسسك ان انا رحت وجيت والكلام يعني ده. هو لازم نكون صراحة. ما خليني اكمل السؤال يا دكتور لو تسمح لي. ليه حضرتك بتقول الكلام ده؟ هل الغرض منه صناعة الحماسة عند الشباب المصري؟ هو انا والاصرار على تحقيق الاهداف، ولا الغرض ايه؟ يعني انا دايما كنت اقول لاولادي في المحاضرة في مراحل كتير. تمام. فكرة الاتساق مع النفس والنمو للماضي. نعم. بمعنى ايه؟ مثلا فكرة انك تبيع الكتاب او المذكرة كأستاذ جامعي مثلا. تمام. الناس بتنسى. الناس بتنسى. يعني ازاي؟ يعني هو يكون فقير. فقير. طالب فقير. كويس. وعصامي. كويس. وفجأة بقى أستاذ جامعي. تمام. فيبدأ ايه يعني يصدق نفسه. أيوة. وينسى. ويبدأ يقول لك ايه، والله الولاد دول بيدفعوا مصاريف قليلة ده، والكتاب لا يجب يشتروه ب 100 جنيه. أيوة. وهو قبل 10 سنين
كان بياخد الكتاب من البحث الاجتماعي وكان بينتقد الوضع ده، وكان بينتقد الوضع ده من اساتذته. تمام. انا احرجت احد كبار اساتذتي، فبقول له، فبيقول الكتاب ب5 جنيه وقتها. وقتها كويس، كان كتاب كبير. تمام. فبقول له الكتاب غالي علينا يا دكتور. فقال لي يا ابني ده تذكرة السينما ب5 جنيه. فالكلمة استفزتنا، فقلت له مش كل الناس بتخش السينما 5 جنيه يا دكتور. المعنى ده لما اكون انا متسق مع نفسي بقى فيه، لما تتاح لي الفرصة بعد 10 سنين، تمام، ان اكون متسق مع طلابي وتلامذتي في هذا المعنى. يعني الاتساق مع النفس كويس في المعنى. ولذلك انا حريص على معنى بس الامل للطالب الفقير، لان باختصار شديد سياسات تنظيم الجامعات والقبول في الجامعات تعتمد في السنوات الأخيرة على أن الطالب المتفوق إذا لم يكن متفوق جدا لأن يجد مكانا له في كلية الطب أو الصيدلة أو طب الأسنان، فعليه أن يسعى للجامعة الخاصة. حضرتك ضد ده؟ أنا ضد ده جملة وتفصيل. وتفاجأ وأنا بطالب كل أساتذة اللي بيشاركوا في التنسيق للجامعات، كيف يمكن أن تكون كليات الطب الحكومية تقبل مثلا 200 أو 300 طالب، بينما ندي الجامعات الخاصة آلاف الطلاب؟ ومن هنا بيحدث اعوجاج. ايه مقصودك بالاعوجاج يا دكتور؟ الاعوجاج ان ممكن تبقى جايب 97% وما تعرفش تخش كلية صيدلة ولا كلية طب اسنان، تمام، وتضطر تخش جامعة خاصة، والدك يدفع لك آلاف الآلاف، لا 60,000 جنيه. ومقاولين الجامعات الخاصة او اصحاب الجامعات الخاصة يلزموا هؤلاء الطلاب انه يدفع الترم بترمه قبل ما يتعلم وقبل ما يصرف عليه. يعني في منتصف السنة دي بيدفع الترم المستحق عليه، تمام، بالورقة والقلم. طب اسمح لي يا دكتور، حضرتك استاذ جامعة، ونحن تركنا طالما بقى فتحنا نقول لا اتفضل، نحن تركنا علاقة الجامعات الخاصة بالطلاب كيفما اتفق، سياسات التسعير، سياسات التكلفة، واللي مش عاجبه ما يخشش جامعة. يبقى اذا احنا خلقنا حالة من الفوضى لصالح مجموعة من الأثرياء، تمام، الذين أسسوا جامعات خاصة ويتكسبون المليارات والملايين دكتور من كوادر أبنائنا المكافحين. جميل، اللي لو أبوه ما معهوش 60-70 ألف جنيه مش هيلاقي مكان في جامعة خاصة. بس حضرتك أستاذ جامعة، يعني حضرتك جوه الحرم الجامعي، ليه ما يبقاش يا فندم في دراسة تعمل ويبقى ليه لحضرتك صوت لمواجهة هذا الأمر؟ قلنا عشرات المرات، لكن أنت أمام سياسات عامة للأسف الشديد تحتاج إلى تعديل. توظف التعليم الخاص توظيفا كرنفاليا شكليا كويس، وتدعي أن الجامعات الخاصة ستطور التعليم. حتى في دراسة الإعلام، في دراسة الإعلام هناك عشرات الكليات اللي موجودة في جامعات خاصة استخدمت أسماء كرنفالية في دراسة الإعلام، رغم أن دراسة الإعلام فيها تحمل كثير من المشكلات. طب والحل؟ الحل هيبقى ازاي وسريع؟ خلينا نقول نقط كده في الحل الموضوع ده. محتاجين متابعة دقيقة كويس لآليات العمل والتدريس الجامعي كويس في الجامعات الخاصة وسياسات التسعير لهذه الجامعات، لأنها تقوم على عناصر من الاستغلال كويس وعدم مراعاة نفسية الطالب في الجامعات الخاصة، كويس، انه هو واهله بيعانوا عشرات المشكلات في ايجاد صياغة لتحمل هذه التكلفة.
حضرتك أثرت موضوع مهم جدا، وأتمنى أن يكون أن تكون رسالة حضرتك تصل إلى أصحاب الأمر. الموضوع. أصحاب الأمر، لا، لأن أنت حضرتك أثرت موضوع يجب أن يكون هناك طبعا. حلا له في أسرع وقت ممكن. دكتور صفوت، أنت إمتى قررت تتجوز؟ والله عندما ينبض القلب لابد أن يصاحبه قرار جواز. متى نبض القلب؟ نبض كثيرا، بس مع الفقر تأخر معه قرار الزواج. يعني تكتيكيا لابد أن نكون صرحاء. تمام، كويس. زوجة حضرتك شفتها فين أول مرة؟ والله كان في الجامعة. إذا كان زميلة حضرتك؟ ها؟ لا، كانت تلميذتي. تلميذتك. طب إيه اللي لفت نظرك ليها؟ ما أنت في تلميذات كتيرة يعني، اشمعنى هي؟ والله متغير النفس الجميلة. بمعنى؟ يعني أنا من تكويني لا أبحث عن المرأة المبهرة. مواصفات المرأة عندك إيه بقى؟ المرأة الحنونة الصادقة التي تحمل بقدر الإمكان نفسا جميلة، أو أقرب إلى نفس الجمال. ده نفس مواصفات الوالدة. المدخل ده بيتكامل، لكن مش عقدة الأم مع الزوجة. يعني أنا مدرك الفرق كويس، بس تأثرت. يعني هقول لك أنا حاجة. اتفضل. مثلا والدتي كانت ايديها شكلها حلو. هتستغرب، معلش، ما انت لا انا مع حضرتك، وانا بيعجبني الصراحه. فبالتالي ممكن يبقى كل الناس شايفين واحده جميله جدا، لكن مثلا انا لمحت ايديها فما عجبتنيش. فمثلا بقى ده مدخل يعني، بس انا لا اعبر عنه، احتفظ به لنفسي. تمام. ففي يعني في تكويننا ورحله نفوسنا كويس، يعني تريكات كده تبقى موجودة في النفس. بالظبط. وبعدين لما تبقى ذاكرتك واعية تستفيد من العلاقات العاطفية لكل اصحابك، لان انا مستمع جيد. جميل. انا عندي مشكلة على فكرة، مستمع جيد لكل اصحابي. هي دي مشكلة. وكل قصصهم هقول لك انا ليه ببقى عايش كل قصصهم، وبفاجئ بعد سنوات هم نسيوهم. فجأة افكرهم بالاحداث اللي انا فاكرها، فالاقيه هو متعاني عن احداثه هو. يعني مثلا لما اسمع اغنية اسمر يا اسمراني، افتكر تأثر احد اصدقائي بهذه الاغنية في علاقته العاطفية. نعم. بعد 20 سنة مثلا هو اقابله، او هو اقول له فاكر الاغنية؟ يقول لي اغنية ايه؟ اقول له يلا لما كان كذا وكذا. فبحزن جدا. مثلا حاجات كتير بقى من هذه يعني الذاكرة الواعية عملت لي زي ما لها مزايا كمحاضر او كأستاذ، ان انا ما بحتاجش ورقة. جميل. يعني منذ كنت معيدا. جميل. انا ما احتاجش ورقة في التحدث او في الالقاء او حتى في اي ندوة او مؤتمر. يعني استطيع ان الارتجال مهارات. لا، مش الارتجال العشوائي. لا، ما هو انا عندي فكرة حاضر. لا، فكرة اتصالية مهمة، اللي هي العناصر والتكوين. تمام. انا احدد في ذهني العناصر، عدد من العناصر بدقة. كويس. ويمكن وفقا لطبيعة ونسق الاتصال، كويس، استطيع ان اضعها في صياغة معينة. لو كان لقاء تلفزيوني محتاج 3 دقايق مثلا، كويس، ممكن اكثفه في ال3 دقايق. تمام. لو محاضرة محتاجة ساعتين، ممكن اكثفها يعني اعرضها في الساعتين. تمام. لو مثلا لقاء زي حضرتك هياخد نص ساعة او ساعة الا ربع، ابدأ اتعامل معاه في حدود الوقت المتاح. بطبيعة الحال الوالد والوالدة اتناقشوا حوالين الاسم. دي قضيتهم هم بقى سنة ما انا جاي اهو 55. ما انا جاي بعد كده. هل حدث ده مع زوجتك نفس الموضوع، ان كنتوا اتناقشتوا في الاسم؟ طبعا. هي كانت لها رؤية ناحية لا اسم؟ هو مع بنتي الاولى كان الاتفاق انها تبقى اسمها سلمى. تمام. وبعدين فوجئت بيها مولودة بتضحك يعني طفل يبتسم للدنيا. جميل. وهي عادة لا تحدث لكثير من الأطفال. نعم. وبعدين تبتسم وعينيها مفتحة وعينيها ما شاء الله رائعة. ما شاء الله. فقلت لهم أنا يعني قلت لها لا دي سارة. نعم. ففعلا ولدت سارة في رغم ان احنا قعدنا شهور طويلة بنتكلم على انها تبقى
كويس. سلمى. كويس. فرح ها. بنتي التانية تمام. جاءت يعني بعد غياب فترة، تمام. ويعني وحزن على وفاة الوالدة، مم. فوجدت انها جاءت يعني للفرحة. تمام. الخليفة الحفيد بقى او الابن الاخير ها. مصطفى. كويس. فجه بقى بلحظة، وانا وجدت ان الايقاع بتاع مصطفى صفوت العالم ممكن يعطي دلالة جميل. يعني تجسد معاني معينة له في كبر. هروح لسارة، لأن سارة أستاذة في كلية إعلام، صح؟ لا، سارة معيدة في أكاديمية لا خاصة مش هينفع نقول. لا، أكاديمية النقل البحري. أوكي تمام. قسم الإعلام. كلية الإعلام كويس. والاتصال. خليني أنا ليه بسأل السؤال ده؟ عشان أوصل للهدف اللي أنا عايز أوصله. حضرتك تعبت عشان تبقى أستاذ في الجامعة. ومريت بصعاب في حياتك. سارة لا، صح؟ هنا في اللحظة دي هل كان هناك توجيهات من أب آدم لبنته حواء علشان تكون أستاذة جامعية؟ كانت إيه؟ هقول لك. اتفضل. عشان أكون صريح. اتفضل. هي وهي في ثانوية عامة كانت محتارة ما بين اقتصاد وعلوم سياسية. أيوه. وإعلام. كويس. فأنا زقتها زقة كده، قلت لها طب هنروح اقتصاد نشتغل إيه؟ ها. يا بنك يا إعلام. طب طالما ممكن ما تحبيش تشتغلي في بنك، هتشتغلي في إعلام. طب ما نروح إعلام. طيب، فاتفقنا على الآتي. هي حساسة جدا. كويس. ومنذ كانت في مدرسة الليسيه في ثانوي واعدادي كانت لا تحب ان انا كأب اتدخل. حريصة حساسة للغاية. فاتفقنا اتفاق معين انها هتخش كلية الاعلام. كويس. وانا مش هعبر ولا هي تعبرني. تمام. وفعلا حصل انفصال تام بيني وبينها. كويس. ولم يعني ما عبرتهاش ولا هي عبرتني. تمام. وهي طالبة في كلية الإعلام. تمام. ويشهد على ذلك كل زملائها. تمام. اللي في دفعتها. تمام. وكل زملائي، لأن هم كانوا بيعاتبوني لما يفاجئوا إن الاسم ده صفوت العالم. إن اسمها لا، واسمها كان مكتوب رباعي. نعم. يعني سارة صفوت محمد مصطفى العالم. نعم. رباعي ومكتوب وعندهم، ويفاجأ ان هي في سنة ثالثة مثلا وانا ما قلتلوش. تمام. وهي بجهدها كانت متفوقة، لكن التفوق اللي ما يسمحش لها انها تتعين في الكلية. جميل. فانا تعاملت مع الامر برشاقة. نعم. واتحت لها فرصة في مكان اخر، واتمنى ان ربنا يوفق ان شاء الله. حضرتك استاذ الاعلام السياسي والرأي العام بكلية الاعلام جامعة القاهرة. تمام. حضرتك ايه رأيك في الاعلام السياسي؟ وايه رأيك في برامج التوك شو اللي بتهتم بالامور السياسية؟ هل شايف انها بالفعل تحقق الاهداف المطلوبة، ام اصبحت عبئا على المشاهد وتزيد هما وتعبا واجهادا؟ حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ اولا، عدد غير قليل من هذه البرامج يعاني من مشكلات كثيرة. نعم. مشكلة المذيع الناشط السياسي. انت بتتكلم في البرنامج ده، يجب ان يكون محدد بسكريبت. نعم. ممكن تكون انت مبدع مفكر مجتهد. تمام. لكن على الاقل في فريق في الاعداد والاخراج وراك. تمام. حدد لك مسار هتحرك وان فيه. مدة البرنامج ده ساعة. تمام. وكل دقيقة من الساعة دي انت وزملائك متفقين هتقولوا ايه. تمام. لكن قصة انك انت تنطلق كده ساعة او يمكن ساعتين، ايوه، وفي بعض الاوقات 6 ساعات تكلمني عن اهلك وجيرانك وحبايبك، وتعظم اللي بتحبهم وتسيء لمن تكرههم، تسفه من تنتقدهم او لا يعني ده مش اداء اعلامي. كويس. ده اداء فوضوي. كويس. نمرة 2، الضيف. عدد غير قليل من الضيوف، بعضهم ضيوف غير متخصصين، وبعضهم ضيوف ممكن اسميهم ضيوف منفلتين.
تمام. يعني ايه الضيف المنفلت؟ ها. الضيف اللي يشتم الناس، نعم. الضيف اللي يوجه اتهامات للآخرين، نعم. الضيف اللي يعني ينطلق ويبقى تكتيكيا في علاقة حميمة بالمذيع، ها. الضيف اللي يخلط الأوراق بين أدوار ووظائف. هو أنت جاي ليه واتكلمت في إيه؟ دي مشكلات موجودة. ده حقيقي. أحيانا المذيع المنافق، احنا في العامين الأخيرين بنعاني من حالة الانقسام. وبقى عندنا بسهولة شديدة المنافق يتم تعظيم دوره على انه هو مع النظام ومع مرحلة التحول السياسي، وكل من ينتقد او يوجه انتقاد قد يكون لصالح المرحلة يتم وصمه بانه ضد النظام. في هذه الفترة، واحد، لم يعد هناك جدوى من الرقابة على الإعلام. اثنين، في كثير من الحالات في مرحلة التحول وفي حريات الإعلام المذيع المنافق ليس مطلوبا قدر المذيع الذي قد يعارض معارضة جادة ومستنيرة، لأن المنافق يؤيد باعوجاج وليس له رؤية. نعم. ويؤيد عمال على بطال. نعم. ولا يتفق مع مرحلة التحول. نعم. احنا محتاجين ايضا ان نحدد مرتكزات لمرحلة التحول. الاعلام كسياسة لابد ان احنا كنظام نحدد المرتكزات والاولويات. اللي حضرتك شايفها ايه يا دكتور؟ حضرتك شايفها انهي يعني مرتكزات؟ المرحلة خلينا كده نقولها في النقاط مثلا. اتفضل. مفيش اعلام ملوش اولويات. تمام. يبقى اجندة العمل السياسي في مرحلة التحول الاول تبرر مرحلة التحول، تصنع مواطن معتدل ومتوازن، تبرر مشروعات تتجدد ويتم تناولها كل فترة، تحدد ملامح المرحلة الثقافية. إنما مسألة العشوائية، يعني إن النهاردة نشتم فلان، يعني الإعلام الفائر اللي يفور كل يوم على قضية ثم سرعان ما ينساها. أنا مش عايز كده، ولا احنا عايزين كده. لا، يعني الإعلام اللي يصطنع قضايا فائرة تفور وتطفو كده ثم تهبط على لا شيء. نعم. علشان مش عارف مين ضرب مين او مين عمل ايه. بس ايه رأي حضرتك ان وجود ناس ملهاش علاقة بالاعلام واصبحوا مذيعين واعلاميين ومقدمي برامج هل شايف ان ده يعني اضر الاعلام المصري؟ والله في بعض الحالات افاد. في بعض الحالات افاد. وفي بعض الحالات صنعنا نجوما ليسوا على مستوى النجومية، الاداء الاعلامي المطلوب. بمعنى ايه؟ انا مش عايز نقفل الاداء الاعلامي والعمل في الاعلام على ان خريجي كلية الاعلام اهلا وسهلا. نعم. او خريجي، انا ابن كلية الاعلام، لكن لا اتحيز نعم لخريج الاعلام، لانه احيانا قضايا التناول الاقتصادي، قضايا التناول الزراعي، قضايا التناول الرياضي، قضايا التناول الاجتماعي قد تتطلب متخصصين في المجال ومهنيين. نعم. ومهتمين بمجالات الإعلام والاقتصاد والزراعة والإعلام والرياضة وغيرها من المجالات. نعم. إلى جانب خبرتهم الإعلامية. نعم. مفيش مشكلة. تمام. فمسألة إن أنا أقفل الممارسة الإعلامية على فئة معينة ما ينفعش. ده مش مطلوب لصالح الأداء. تمام. لكن لا يمكن أبدا بقى إن مثلا صحفي صوته عالي نعم وبيكتب فيبدأ في الإعداد ولما بيعد تكتيكيا ينتقل للإعداد والتقديم. نعم. في بعض الناس
في بعض الناس واضح جدا نطقه للكلمات فيه مشكلات، والقبول هيئته الشكلية فيها مشكلات. تمام. في واحد كان حجمه قد كده، ها لما عمل رجيم بقى قد كده، ها متشكل. ها ملامح وجهه ها لما بيجي ينفعل في الأداء الإعلامي نعم بتحصل يعني سوري إيماءات وتعبيرات قد تكون منفرة للمشاهد. فلا بد ان احنا نبحث عن معايير الأداء المهني. المعايير دي تتنفذ ازاي؟ يبقى ما هي ده لازم سؤال مهم يا دكتور. بالظبط. ايوه انا بقول لك حاجة، اتفضل. للأسف الشديد تركنا الأداء الإعلامي مرة لوكالات الإعلان تحدد هذا النجم بالزبط. يبيع ويأتي بالإعلانات بالظبط. فتبدأ اقتصادات التشغيل. كويس. تبدأ ايه؟ هو له علاقات بوكالات الإعلان، تبدأ تزهزهه بالإعلانات ونبدأ نلاقي اليافطات والمنشطات كويس تتحدث عن نجومية بسلامته ايوه في إعلانات الطرق، وفجأة يقول لك ده سعره 20 مليون، وبعدين يقعد سنتين وفجأة القناة اللي حلمت بيه وبتديله 20 مليون وجدته ولا شيء. يبقى إذا احنا افتعلنا افتعال الشهرة والنجومية. نعم. أنا بقول احنا محتاجين يعني أن يكون تقييم الإعلاميين تقييما يخضع لاعتبارات المهنية والدقة. نعم. والعبرة انك نجاحك كمحمد يطبجي انك تعمل مع فريق متكامل. صح. انفرادك بالعمل هو بداية الفشل. صح. حتى لو حققت نجاحا ظاهريا. تمام. طيب خليني من الكلام اللي حضرتك بتقوله ده اروح على منطقة تانية يمكن حضرتك كان ليك تصريحات متعددة فيها، هي خاصة بوزارة الإعلام. حضرتك مش مع فكرة ان ما يبقاش في وزارة إعلام؟ يعني كان ليك تصريحات في فترة كده. انا قلت لك ايه؟ انا قلت اتفضل يا فندم اتفضل. انا قلت البعض كان بيعزو الفشل لوجود وزارة الإعلام. وبيقول ان حل مشكلة الإعلام إلغاء وزارة الإعلام. نعم. فأنا كنت بقول ايه؟ القصة مش في إلغاء وزارة الإعلام ولا في وجود وزارة الإعلام. القصة في ايه؟ القصة في علاقة الإعلام بالنظام السياسي. بمعنى ممكن تلغي وزارة الإعلام لكن يستمر التدخل في الإعلام من النظام السياسي. وده حصل في دول عربية كتير. كويس. لغت وزارة الإعلام ظاهريا. نعم. وأبقت على عوامل التدخل في النظام في الإعلام من النظام السياسي. نعم. فأصيب الأداء بحالة من الترهل والمشكلات طيب حضرتك رشحت انك تبقى وزير إعلام، دي قضية تانية بقى. لا ده القضية دي هتاخدني الموضوع تاني. مفيش مشكلة. حضرتك رشحت انك تبقى وزير إعلام، لو خليني افرض ان الدكتور صفوت العالم اصبح وزيرا للإعلام، كانت ما هي القرارات والإجراءات التي سوف يتخذها لتحقيق كل ما هو يعود بالنفع على الإعلام المصري إن كان الإعلام الحكومي أو الإعلام الخاص؟ أولا بصدق شديد اتفضل. هنبدأ من الإعلانات. كل الإعلانات مهما كان دخلها اللي بتتناول الصحة، بتهبط بالقيم، بتورط المستهلك، لابد من متابعتها وتعظيم الدور الحقيقي لتقييم الأداء الإعلاني في هذه الممارسات. نعم. لابد من وضع آلية لتنظيم الإعلام في مدينة الإنتاج الإعلامي. نعم. لابد من يعني وضع صياغة جديدة لتطوير هذا المبنى العظيم. نعم. القصة مش احنا عملنا يعني لما نقول ايه انتوا كنتوا زعلانين ان احنا 40,000 احنا دلوقتي بقينا مثلا 32,000 مثلا. طب ما احنا عوجنا اتجاه الحركة. بمعنى ايه؟ بقى عندك عشرات من كبار المخرجين ومئات من كبار المعدين وليس لديك مخرج مساعد.
انت فرحان ان بقالك 12 15 سنة ما عينتش حد. نعم. فتعاظم لديك الوظائف في الإدارة العليا وبعضهم لا يفعل شيئا، بينما اللي بيخرج واحد. وعندنا متسكن على بعض البرامج 4 و5 مخرجين. الأداء الشكلي المكتبي بتاع ماسبيرو، ان تجد برنامج كده في فرقة رئيس البرنامج وولاد عم رئيس البرنامج وولاد خالة المشرفين على البرنامج وفرق عديدة، جيش من الافراد يتسكنوا على البرامج. تمام. لتوظيف اقتصاديات تشغيل مكتبي ظاهري لا يكون لها عائد. اعتقد ان احنا امام او في حاجة الى صياغة جديدة كويس لاقتصاديات التشغيل داخل هذا المجال. بس حضرتك اثرت موضوع انا محتاج اتكلم فيه كتير جدا، لان عندي كم من المعلومات وردود عن الزملاء وامور كتيرة، لكن للاسف الوقت زي ما بنقول كده سرعان ما يجري سريعا مع